واش بصح بلي الافارقه جنوب الصحراء غادي يستعمروا المغرب والجزائر وتونس؟ واش كاين شي مخطط؟ شنو البلان؟ سمعوا مزيان. قالوا لكم لي تونيزيان لي ماروكان ما همش دي افريكان، يرجعوا منين جاو؟ يرجعوا للجزيره العربيه السعوديه. الجماعه قاعدين يلعبوا بالكبير، برا شوفوهم في صفاقس قاعدين يدخلوا على طريق جبنيانه. الزحف الهلالي تعرفوه؟ بوغ سيغتان تحلوا مخاكم في السوجي هذا، خاطر راني ريت العجب. انا ريت العجب، هبط كيلكو ستوري في الانستغرام نهار الناس، ريت العجب. فما عباد فهم، فما عباد مازالت اعملوا ابديت. يا جماعه فيقوا على وضعكم، راهو قالوا لكم احنا مالي البلاد وانتم ضياف. منين جاي هذا الكل؟ من الاستغلال. انت مسيو كي باش ترسم ولد بلادك، علاش ترسم وتطرد وتجيب افريكا ب 200 دينار؟ شفت انت وغيرك اللي استغل في الكراء وغيرك وباقي تتعاملوا معاهم اوكي، وهما عندهم مخطط في مخاخهم. فيديو الجاردوري، البنات تعمل انفون تونيزيان هذيك 4 سنين بالكوش تحكي هك، تحسها تتحلف. يعني 4 سنين اخرين تجي الصغار بالعصا تقول لهم اخرجوا عليه برشا يقرا في الجزيره العربيه. انتم ماكمش افريكان. جماعه يعملوا في دي لايف قاتلهم بالماجي نوار، احنا تنخليو التوانسه الكل يختفيو. بالفلاقي ما عادش تتعاملوا معاهم، لا عاد تكريولهم، لا تخدموهم، لا تشوفوهم انتم بوان تاع استغلال. خاطر كي ماشي بالك انت تستغل فيهم، هما باش يستغلوك نهار اخر. خموا فيها مليح، ماهيش هكاك الامور. انت تخمم الغدوه البعد غدوه، تغزر هنا خشمك، اغزر انت ل10 سنين اخرين راهو يدخلونا في مشاكل. يدي في على وضعكم. ما في دانوا طلعوا هما قال لك افريقيا ما ينجموا يكونوا كان دانوا. ومسيو اللي مازال عايش في 2010 يعمل لي في كل بلاد وملا التوانسه كي يمشيو لبرا ما يقولوش للعباد اخرجوا هذه بلادنا. فرقوا امان، ماذا بكم تفرقوا ما بين عبد ماشي في بلاد الناس يخدم ولا يعيش وهارب من الهم، وما بين عبد جاي هكا يحب يحتلك عيني عينك. اول حاجه الفيديو هذا بغيتو تبارطاجيو ماكسيموم، لان هذا الموضوع راه حساس بزاف، وكندعو السلطات المغربيه انها تدخل في هذه القضيه هذه وتحد منها، لان فريمون الافارقه جنوب الصحراء راه دايرين شي حوايج راه ما هماش في كازا دابا راه ولات راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه سير لولفا، سير لسباته، سير سيدي مؤمن، سير لسيدي عثمان، راه شوف راه فريمون افارقه دايرين تماك مجتمعات. ماشي المشكل ماشي جايين زعما ديك اللعبه، ما كنعممش انهم كاملين ما مزيانينش، ولكن فئه كبيره منهم راه كيديروا شي شغاب وكيديروا شي حوايج راه ما هماش. اجي نناقشوا الموضوع. هذا الموضوع هذا حساس ديال بصح وخطير الا كان بصح وماشي اشاعه. المهم مؤخرا كندخل الميسنجر عندي كيبانوا لي بزاف ديال لي ميساج كيقول لي دوي عافاك على هذا الموضوع ديال الافارقه. كنقول علاش زعما هاد الضجه وهاد البلباله كامله؟ زعما راه من زمان والافارقه كيدخلوا هنا. انا بديت كندير لي ريشيرش ديالي، اذا بي كنتصدم باللي كاينين شي جمعيات عندهم في دوك الدول الافريقيه كتنادي وتندد بان خصهم يرجعوا للدول ديالهم ويرجعوا البلدان ديالهم اللي هما المغرب وتونس وهذاك. كيقول لك ان الدول هادو من حقهم هما، وخصنا حنا نمشيو نرجعوا فين جينا. يعني هما باغيين يمشيو ياخذوا ديك البلاصه كامله. وهذا المخطط هذا شنو بداو المخطط ديال ان دوك الدراري ديالهم وداكشي يبداو يتزوجوا بالبلاد ديال المغرب او بلاد ديال تونس او بلاد ديال الجزائر. يعني بحال قلتي غادي يبدلوا النسل، فهمتي؟ غادي يزرعوا النسل ديالهم في البلاد هذا باش يمشيو هما يخلقوا واحد المجتمع جديد افريقي 100%. هذا هو المخطط ديالهم. فانا بديت كنقلب على هذا الشيء كنقول راه بصح، حيت ولات الظاهره مثلا ديال الزواج من الافارقه بزاف. ولات القضيه باللي دوك الهجره ديال الافريقيين مثلا من الدول ديالهم كيبغيو يحرقوا لوروب، كيبقاو في المغرب، ومن كيبقاو في المغرب يعني كيولوا كيديروا شي حوايج ما هماش زعما داك الشغب وداك الشيء. انا شوف غنقول لكم واحد القضيه، انا ماشي ضد الافارقه ولا داك الشيء، حيت انت راه افريقي وداك الشيء، ماشي ضدهم هما، ولكن ضد الافكار السوداويه والافكار اللي انا ضد الايديولوجي اللي جايبينها اللي باغيين يدخلوها لهاد البلاد هادي او تونس او ليبيا. لان راه ماشي في المغرب بوحدو اللي باغيين يدخلوا على هاد القضيه هادي، راه باغيين يدخلوا على ليبيا، على تونس، شمال افريقيا كامل تقريبا. كيقولوا باللي شمال افريقيا كامل راه من حقهم، راه ماشي من حقنا حنايا. حنا راه غير جينا وخدينا لهم الارض ديالهم وهادشي مخطط جاي بشويه. فلهذا خص اول حاجه يتدخل السلطات ديال هاد الدول كاملين منهم السلطات المغربيه، وتمشي دير بحوث ديالها في هاد القضيه هادي. دي الاولى. ثانيا خصنا نمشيو ناخذوا الاجراءات صارمه بحق هادوك
دوك الناس اللي كيهاجروا من افريقيا للمغرب عندنا وكيديروا الشغاب وكيديروا كيرونوا الطرقان وكذا. راه سيروا دابا طلوا في كازا، سيروا طلوا دابا في الولفه، وسيروا طلوا جي سباته، وطلوا داكشي اللي دايرينه بالافارقه تماك. راه ما بقيتيش كتشوف دابا شي مغربي، راه كاينين شي مناطق فريمون كتدخل كتلقى راسك بحال انت في السينيغال. مؤخرا كتمشي للولفه في كازا نيت وكندور تماك، راه كتدخل شي بلايص راه كتقول انت في افريقيا، انت في السينيغال ولا في الكابون ولا في، والله من كثرة ما التجاره تماك، المحلات كلهم واخدينهم هما، ما كاينش ديك اللعبه تمشي نتايا تمشي تدخل معاهم ولا شي حاجه، واخدين كلشي. ما فريمون داخلين صحاح ديك اللعبه ما كاينش. وتمشي تماك ولاو دايرين مجموعات، فهمتي، تمشي تهضر مع واحد ولا تضرب شي واحد تقفر شيها حتى يخرجوا لك شي 10 ولا 20 واحد من حيث لا تدري. وبلان ديال ان الافارقه دابا واحد القضيه اخرى غادي نناقشها، غادي ندخلها وسط الموضوع. راه انا في الاول كنت كنقول راه من حق اي واحد يتزوج باش ما بغات افريقي كوري شينوي مغربي من حقها. ولكن شفت واحد الفيديو، المهم غادي نبارطاجيه من قدام، ديال واحد الفيديو ديال واحد خونا سينيغاليين وبدا كيشرح ليهم كيفاش المخطط خصهم يخدموا عليه. كيقولوا مثلا الا جا سينيغالي وتزوج مغربيه، هذاك الولد اللي غادي يتزاد نورمالمون سينيغالي، يعني البشره ديالو سوداء. فهمتي، فهنا هذاك السينيغالي لان با غادي يكون حاكم في مرتو، هنا غادي يجيب عائلته، غادي يبداو يخلقوا مجتمعات، وهنا غادي قضيو على هذا العرق هذا. ولكن نورمالمون حنا ما كيتقداش علينا زعما ما يمكنش، فهمتي. فالاولى والاخر خاص ضروري السلطات المغربيه تدخل، لان هادشي دابا اللي طارا الاخوان راه ما هواش وما خصوش يطرا، لان هادشي راه عيق وبسل بزاف. وداكشي اللي كيديروا دابا في محطه ولاد الزيان، وداكشي اللي كيديروا في غيرها من الاحياء بحال الولفه وسيدي مومان وسيدي عثمان، ودابا راه باغيين يدخلوا الاحياء الكبيره كاع بحال بورغون، داكشي راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه الا كثر هادشي وزاد على حدو راه غتولي كارثه، والمغاربه الا جهلوا راه مصيبه كحله، راه غتولي شي حاجه ما هياش، وهما غاديين كيتزادوا كثر. دابا المشكل هو ان المغرب كيدير اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي باش يحبس ديك التدفق ديال الهجره ديال الافارقه جنوب الصحراء اللي عندهم تماك. والمشكل ان المغرب كيبقى هو اللي كيطيح في هذا المشكل، كيبقاو تماك وكيتزادوا كيتكاثروا حتى ولاو عندهم هاد الافكار هادو ديال التوسعيه، والافكار ديال انهم باغيين يدخلوا بطريقه انديريكت ويتزاوجوا مع البنات ديال المغرب وداك الشيء. انا نعاود نقول انا ماشي ضد اي واحد، انا بالعكس انا مرحبا باي واحد، غير هو انا ضد الايديولوجيا ضد الافكار اللي في هذا الشكل هذا وفي هذا النوع هذا. فنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تعطيونا الاراء ديالكم في لي كومونتير، وتبارك الله عليكم.